بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأتم صحة يا رب العالمين. النهارده بقى انا جايه بالروتين جميل جدا. هننظم كل المشتروات اللي انا جبتها في الفيديو اللي فات وهنظمها كده في المنظمات بتاعتها، ونشوف دلوقتي انا بستغل المطبخ الصغير بتاعي ازاي. بس لو اول مره بتشوفيني حطيلي كده لايك وانزلي اشتركي في القناه وفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد باذن الله، والعيله تكبر بيكم كده ان شاء الله ونكمل مع بعض. اول حاجه بقى انا بعملها ان انا بحمر اللسان العصفور وبحمر الشعريه كمان عشان تسهل عليا الوقت والمجهود، وما بقاش يعني لو انا محتاجه كده ما اقعدش بقى احمر، ما بتاخدش 5 دقايق زي ما احنا شايفين. انا جبت صينيه الاول فاضيه ما فيهاش اي حاجه خالص، كنت محمره الشعريه دي فيها قبل كده وبحطها على الشبكه في النص وبولع عليها الشوايه. ازيد من كده مش بعمل، بحطها بس كده بولع من فوق عشان ابقى واخده بالي، مش من فوق ومن تحت، يعني ايه بولع بس الشوايه واقلب من وقت للتاني لحد ما تديني كده اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم ده. طبعا البرطمانات دي جميله جدا وسهلت عليا كتير، لان انا الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا المطبخ بتاعي صغير، يعني ما فيهوش ظرف كتير، فانا بحاول استغل اي حاجه. فقلت كده لقيت يعني عندي رف كده، قلت استغل المساحه واجيب البرطمانات الطويله دي عشان ما تاخدش معايا مساحه كبيره، ما عرفتش اجيب المنظمات اللي هي العريضه دي. المهم البرطمان ده انا كده كل ما بجيب شعريه يعني في المشتروات اجيب نص كيلو واحمره كده واحطه في قلب البرطمان، ما بيحصلهوش اي حاجه خالص طبعا، وبره التلاجة عادي جدا لان احنا محمرينه من غير اي مواد دهنيه. زي ما احنا شايفين يا حبايبي، في الوقت ده بقى كان لسان العصفور كنت بحمره في الفرن والشعريه كانت بردت، عبيتها على الباقيه، يعني على كان في شويه كده في البرطمان، وجبت بقى بقيه البرطمانات ده السمسم البلدي. انا كنت جايبه كيلو هيقضيني طبعا طول يعني هيقعد معايا كده طول السنه، وهعمل منه افكار كتير باذن الله هننزلها مع بعض قريب جدا. ده سمسم بلدي غير السمسم الابيض، انا كان عندي برضو شويه من السمسم الابيض هفضيهم في برطمان صغير كده. حاولي بقى انتي اي حاجه عندك جبتيها حطيها في برطمانات، بلاش الاكياس دي، لان طول ما في اكياس يعني في حاجه كده فيها اكياس كتير كتير بتبقى صراحه ما فيهاش بركه كده وبتبقى مش حلوه، وممكن يعني الهواء بقى يدخلها ترطب. المهم البرطمانات دي والمنظمات حلوه جدا، لو المكان عندك واسع هاتي بقى المنظمات التانية وحطي كل حاجة فيها كده. انا غسلت كل البرطمانات اللي عندي كبيرة وصغيرة، اي برطمان كان بيفضى كده مثلا بتاع مربى غير اللي انا شارياهم دول كنت بشيله بغسله كده وبعقمه كويس وبشيله عشان يبقى نضيف كده اعبي فيه. فغسلت كل كمية البرطمانات زي ما احنا شايفين مع بعض، وفي كمان اكتر لسه هنشوفه دلوقتي. وبدأت ان انا بقى اعبي فيه. ده الكركديه حطيت السمسم، طبعا الكيلو ما جاش في برطمان واحد، كان ممكن يجي في الكبير ده بس ما كانش عندي غير واحد بس من الكبير، فخليته بقى عشان كنت معبيه فيه الشعريه قلبتها عشان اخليه هو للدقيق. انا كده هخلي البرطمان الكبير ده للدقيق جنبي بقى استخدم منه، وكمان الكيسه دي هيفضل منها كتير وكنت جايبه اكتر كمان هشيلهم كده. لو مثلا في منظم كبير علبه كبيره او صفيحه مثلا محكمه الغلق بتاعه السمنه الكبيره دي او اي حاجه، اي منظم كبير بقى ممكن تشيليها فيه، او ممكن كمان اللي هو الجردل الكبير اللي هو بتاع مثلا الجبنه ممكن تجيبيه من عند اي حد سوبر ماركت او الكلام ده، يعني احفظيه كده فيه برضو، بلاش الاكياس عشان لو كيس يعني اتخرم خرم كده او اتقطع هيبوظ الدنيا خالص، وطبعا كل حاجه خساره. فانا مليت البرطمان ده جنبي، اعمل مثلا كيك اعمل حاجه يبقى جنبي كده، عايزه اعمل بشاميل يبقى جنبي في قلب المطبخ. وكمان عبيت برطمان تاني فيه نشا، وهبدأ بقى ان انا اعمل الخلطه الجميله دي. جبت كده علبه بجهزها برضو جنبي، دي من الحاجات السهله جدا اللي بتسهل عليا الوقت. زي ما احنا شايفين انا حطيت حوالي كوبايتين من الدقيق وعليهم 3 أو 4 معالق من النشا زي ما احنا شايفين مع بعض، هقلبهم كويس جدا. وكمان بقى هحط عليهم هبهرهم، هحط عليهم بابريكا وكركم، وكمان شوية من الكمون وشوية من الملح وسنة كده من الشطة. البهارات دي انا ببهر بيها ايه؟ هبهر بيها خلطة للسمك، بجهزها جنبي عشان اعمل بيها السمك المقلي. وكمان انا حطيت عليها حاجة مش عارفة بقى ظهرت في قلب الفيديو ولا طارت مني، الفيجيتار اللي انا جايباه بحط منه وصلت اهي الحمد لله بالسلامه، الحمد لله على السلامه. جبت كده معلقتين من الفيجيتار زي ما احنا شايفين، بيخلي الطبقه بتاعه السمك كريسبي وجميله جدا ولونها تحفه ما شاء الله. هقلب بقى كل المكونات مع بعضها واحفظها بقى في قلب العلبه واحطها في دولاب المطبخ جنبي.
وقت بقى ما احب اجيب سمك يبقى الخلطة دي جنبي. والخلطة كمان دي يا حبايبي تنفع كمان لوصفة الكرنبيط، بتبقى جميلة جدا. تحط لها بقى كده البيضة وتحطي عليها شوية من الدقيق، ده بتبقى تحفة ما شاء الله، بتخلي الطبقة ذهبي وكريسبي وزي العسل. خلاص يبقى احنا كده خلصنا. نيجي بقى بعد كده هعمل ايه. ده برطمان صغير، كنت جايبه بقى المكرونات، بس المكرونه للاسف ملهاش عندي منظمات، فانا هضطر ان انا اسيبها كده باكياسها لوقت بقى ما اعوز، لان كنت طبعا الكميه يعني كبيره شويه، كيلو بقى وكيلو ونص وكده، فما لقيتش منظمات عندي ان هي تاخدها خالص. وحجم المكرونه كمان كان كبير شويه يعني. بدأت بقى ان انا اخلص كل حاجة انا بعملها. هنيجي بقى للخلطة دي. انا اللي ده كريسبي انا بطحنه، بديله كده طحنة في القلب الكبة، وبقلبهم بقى على بعض. الخلطة الكريسبي مع الفيجيتار، ولو حابة كمان تحطي بقسماط معاهم بتبقى جميلة جدا. ودي كمان من الحاجات اللي بتوفر برضو في الوقت، زي ما احنا شايفين مع بعض. تحطي كده مثلا ب5 جنيه، او هي ربع كيلو فيجيتار حار على بارد على بقسماط، وكمان ربع من الكريسبي، هتقضيكي طبعا كذا شهر ما شاء الله. وتحطي عليها كده معلقتين 3 من النشا، بتخليها بيضة وزي الفل. زي ما احنا شايفين ده لسان العصفور، طبعا لونه ما بيبقاش زي لون الشعرية، هو بيبقى لونه فاتح. مجرد ما تحطيه في المادة الدهنية مفيش 3 ثواني، وبعدين تنزلي بقى كده بالشوربة بتاعتك، تعملي احلى شوربة لسان عصفور ما شاء الله في ثواني. وكمان ده كاكاو والورق اللورا، حتى الحلويات، مستلزمات الحلويات انا بحب احطها برضو في اي علب كده، زي ما احنا شايفين مع بعض. عبيت كل حاجة، ما خليتش اي حاجة خالص في اكياسها. وزي ما احنا شايفين انا بخلي كده المنظم الكبير ده علبة كبيرة بحط فيها مستلزمات الحلويات كلها، يعني قوالب الكب كيك زي ما احنا شايفين، وكمان القوالب اللي هي البلاستيك دي بحطها برضو. ما شاء الله بتاخد يعني بعمل فيها حاجات كتير جدا، وعملت فيها حاجات كتير، وهعمل لسه بإذن الله معاكم. بحطها بقى كده هي الغطيان بتاعتها، واي كريسبي اي حاجة بحطها فيها. ما بحبش اخلي حاجة برضو في الاكياس زي ما احنا شايفين مع بعض. والاقماع بقى، المهم ان انا مخليه المنظم ده للمستلزمات الحلويات بس، اي حاجة بعمل بيها حلويات فبخليها في قلب العلبة دي. ده اللي هو الجليتر الذهبي، طبعا هو بيجي كده في العلبة بتاعته. يعني ما شاء الله كل حاجة زي ما احنا شايفين مع بعض رتبتها ونظمتها، وهطلع بقى ارتبها في القلب الرف بتاع المطبخ ده، هتاخد كل البرطمانات معايا. حاولي كل لما يكون، لو انتي مطبخك صغير زي حالاتي كده، حاولي ان انتي تظبطي نفسك بيه وتأقلمي نفسك عليه. انا الحمد لله راضية، وراضية بنعمة ربنا عليا الحمد لله يا رب العالمين. زي ما احنا شايفين انا هطلع بقى ان انا ارصهم، مش هياخدوا وقت معايا خالص. يعني في الرص كده انا كنت مرتبة المكان بتاعهم، وهبدأ بقى ان انا احطهم. ممكن لو الرف عالي ممكن اخد 2 فوق بعض، يعني هوفر برضو في المساحة. زي ما احنا شايفين يا حبايبي انا بدأت بقى ان انا ارتبهم كده جنب بعضهم زي ما احنا شايفين. ما خدوش وقت، ما خدوش مساحة معايا. الرف ده صغير جدا على فكرة، وخد كل حاجة مني الحمد لله يا رب العالمين. كفة كده وقضى وزي الفل، وكل حاجة بقت جميلة جدا. لو عجبكم الفيديو حبايبي واستفدتوا منه ولو ب1%، ما تنسونيش بقى في اللايك، واشوفكم في وصفات اكتر واكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.